أهلا بيك في اليوم السادس والوحدة السادسة اللي هنتكلم فيها عن نقطة محورية جدا 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 لأي حد بيبدأ صفحة جديدة أو بيعيد انطلاقته تاني بعد ما قرر إنه يراجع نفسه. أول 9 منشورات هتنزلهم على صفحتك. طب ليه الموضوع ده مهم؟ لأن أول انطباع هو اللي بيعيش. الناس أول لما بتدخل عندك وعلى صفحتك بتبص بسرعة على أول كذا بوست أنت منزله وبتقرر هل هيكملوا؟ هل هيعملوا فولو؟ هل هم مرتاحين لك؟ حابين يتفاعلوا معاك؟ عشان كده لازم أول 9 بوستات يكونوا متخططين صح، وده اللي هنمشي فيه مع بعض. النوع الأول هو بوست شخصي، ابدأ بحاجة إنسانية، لمسة شخصية منك، في قصة عن بدايتك، ليه دخلت المجال ده؟ هل واجهت تحدي معين؟ هل حصل موقف غير لك تفكيرك؟ القصة دايما بتخلي الناس تحس إنك حقيقي مش صفحة دعاية وخلاص. كل بني آدم عنده قصة، أنت أكيد عندك قصة. النوع التاني بوست تقديم، ده بوست تعريف رسمي، بيشرح أنت مين، تعمل إيه، تساعد مين. فكر فيه كأنه 30 ثانية عليك إن أنت تقول فيهم للناس أنت إيه. نيجي بعد كده للنوع الثالث، بوست هدف منه رسالة، بتقول فيه رؤيتك، إيه القيمة اللي أنت بتقدمها، بتساعد الناس إزاي، ليه بتشتغل في المجال ده من الأساس. ده البوست اللي الناس هتحس فيه إنك مش بس بتبيع لكن عندك نية صادقة للتأثير والمساعدة. النوع الرابع ده بوست فكرة مفيدة، شارك بقى معلومة صحية، معلومة نصيحة، حاجة في مجالك، خلي الناس تتعود انهم يفتحوا صفحتك علشان بيستفيدوا مش بس بيشوفوا دعاية. مثلا لو انت شغال في التسويق شارك فكرة بسيطة تزود التفاعل على الريلز. لو انت في الفاشن شارك ترند الصيف السريع، شارك نصيحة ستايل يومية، شارك تلبس ايه في الساحل. النوع الخامس بوست بتشرح فيه خدمتك، يعني ببساطة بتقدم ازاي تقدر تبقى بتفيد الناس وايه هي الخطوات اللي الناس تبقى بتشتري منك. مثلا في 3 خطوات بسيطة تقدر تشرح معايا جلسة استشارية. ودلوقتي جه دور توزيع البوستات. دلوقتي مش لازم ال5 أنواع يكونوا مرة واحدة متواجدين، يعني ممكن بمنتهى البساطة إنك تعمل قصتين شخصيتين أو فكرتين مفيدتين. المهم إن أول 9 بوستات يكون فيهم تنوع، فيهم حكي، تقديم معلومة، هدف، خدمة. طيب هتقولي طب والتصميم؟ بص بقى مفيش اسهل من كنفه، قوالب جاهزه لاي حاجه انت بتحلم بيها. بوست تعريف هتلاقيه، ستوري تيلينج هتلاقيه، انفوجرافيك هتلاقيه، تختار تصميم، تكتب كلام، تغير الوان، تعمل بوستنج، كل حاجه من كنفه. طب هتنزل البوستات دي امتى؟ سؤال قوي. اعمل جدول نشر بسيط، مثلا بوست كل يومين لمده 3 اسابيع. الاهم من المده هو انك تلتزم. اكتب الجدول في جوجل شيت كده او في نوشن، اي تطبيق من التطبيقات اللي بتساعدك، او النوتس بتاعتك، وخليه يحصل له سكيدجول او انه يبقى بيحصل له جدوله على منصه مثلا زي منصه ميتا بزنس سويت. طب تيجي نبدا نروح لتمرين عملي. قبل ما تبدا تنشر حضر ال9 عناوين، اكتب كابشن لكل واحد منهم، صمم صوره او فيديو بسيط، رتبهم في فولدر، امشي حسب الجدول. كل حاجه انت عاملها امشيها بجدول، مشيها بجدول. ندي مثال، يلا بينا. عندك حد زي جاري في، ناس ديلي، الدحيح، كلهم نجحوا عشان عندهم استمراريه، عندهم مواعيد في البوستنج واضحه، وانت عارف انه بناء عليها انا بثبت المواعيد والناس كلها تبقى بتتابعني بناء عليه. طبعا السوشيال ميديا بقت متطوره اكتر من كده، بس عليك انك انت تفضل تدوس اكتر وتدوس اكتر وتدوس اكتر. لو عايز تتعلم الجدوله بقى بخطوات عمليه اكتر وتخش بقى اكتر في الموضوع واللعبه اكتر، مش بس انك تبقى بتتعرف عليها وتبدا تصنع ده وتبدا تتعلم من برامج تقيله اكتر، انا برشح لك برنامج شيف ديجيتال. ده برنامج انا كنت عامله، هو طويل بس شويه، 15 يوم مش 7 ايام زي ده. بمنتهى البساطه هيساعدك انك تبقى بتطبق كل دوت في صناعه المحتوى خطوه بخطوه، وياخد بايدك في الحته دي خطوه بخطوه على ابلكيشنز كتير. ومحتاج حد خلاص يكون قرر انه انا بقيت صانع محتوى، مش بس عايز اخد فكره او اتعلم عنه. هسيب لك البرومو كود بتاعي، هو جوزيف 90، تاخد منه خصم 90% على سعر الكورس. الكورس سعره 9000 جنيه، هتاخد خصم 90% ان شاء الله عليه، وتقدر انك تبقى بتعمل كونتنت قوي، والله اكتر من 90% تقدر تبقى بتستفيد منها. فيعني انا بنصحك انك تبقى بتبص عليه بص، عشان لما تبقى جاهز ان شاء الله تروح وتبدا تتعلم وتنتقل للخطوه اللي بعديها. اول 9 بوستات يا جماعه هم بوابه الدخول لعالم السوشيال ميديا. جهزهم صح، ابدا بقوه، ولما تبقى مستعد افتح الكاميرا، قول للناس ده انا، دي قصتي، ده شغلي، وده اللي هتستفيدوه مني. ساعتها الناس هتلم عليك. اهلا بيكم في الدرس الثاني، استراتيجيه المحتوى. استراتيجيه المحتوى، كونتنت استراتيجي، كونتنت استراتيجي. بنسمع الكلمه دي كتير قوي. يعني ايه استراتيجيه المحتوى؟ ببساطه هي الخطه الكبيره لاي محتوى انت بتقدمه. الخطه دي بتحدد ايه الهدف، وليه بنعمل المحتوى ده، وايه اهدافك من صناعه المحتوى، ومين الجمهور اللي عايز توصله، وايه انواع المحتوى اللي هتركز عليها، وكمان ازاي هتقيس النجاح بتاعك.
استراتيجيه المحتوى زي البوصله كده اللي بتوجه شغلك، بتخليك عارف انت رايح فين وليه، هدفك هو ايه، تعرف تعمل وعي بالبراند ازاي تزود التفاعل، ازاي تحقق المبيعات. كل ده بيتحدد في الاستراتيجيه للمحتوى. من غير استراتيجيه واضحه هتلاقي نفسك بتقدم محتوى عشوائي مش مترابط. باختصار، استراتيجيه المحتوى بتجاوب على كل اسئله ليه اللي عندك. ليه بننشئ المحتوى؟ ايه هو المحتوى اللي هنقدمه؟ ازاي اقدر ابقى بقومه بشكل قوي؟ ليه وايه؟ هي دي استراتيجيه صناعه المحتوى. يعني ايه كونتنت كالندر؟ تقويم المحتوى. تقويم المحتوى او الكونتنت كالندر هو الجدول الزمني اللي بنخطط فيه هننشر ايه المحتوى اللي هننشره امتى وفين. هو اشبه بخريطه طريق كده زمنيه للمحتوى اللي احنا بنعمله. دي بتقول لك وبتحدد لك الايام والتواريخ لكل بوست او فيديو انت اللي بتعمله، او حتى مقال او حتى صوره ايا كانت، وهتحدد مين المسؤول عن نشره لو انت بعد كده معاك فريق. الكونتنت كالندر بيخلي شغلك منظم، بيساعدك تلتزم بالنشر المنتظم بدل ما تكون مواضيع النشر عشوائيه او التوبكس عشوائيه ومش عارف هتنزل ايه امتى. دي بتحددهولك، بتكون مرتبطه بالاستراتيجيه. لازم اللي تنشره كل يوم يحقق لك هدف من الاهداف بتاعتك، مش بس بتنزل حاجات على الترند وخلاص. فاكر البوصله اللي كنا اتكلمنا عليها؟ الكالندر ده بقى هو الرحله الفعليه، يوم بيوم، التقويم، النتيجه. المحتوى هو اداه تنفيذيه لتحقيق الاستراتيجيه. المحتوى يعني الوسيله اللي بننقل بيها الخطه من الورق للتنفيذ. طيب، من غير كونتنت كالندر انا تايه. من غير كونتنت كالندر انا ما اعرفش انا هعمل ايه، انا ما اعرفش انا هنزل امتى، انا ما اعرفش انا هنزل فين. فمهم جدا يبقى عندك كونتنت كالندر واضحه بتقول لك فين وامتى، وين اند وير. هي دي الكونتنت كالندر. درس النهارده هنتكلم عن ايه الفرق بين استراتيجيه المحتوى وتقويم المحتوى للناس اللي مش مجمعه. على قد ما المصطلحين مترابطين ومربوطين ببعض، لكن في فرق كبير قوي ما بينهم. طيب، استراتيجيه المحتوى هي الصوره الكبيره اللي بتحدد الاهداف والجمهور والرساله وانواع المحتوى اللي بنقدمه. اما تقويم المحتوى او الكونتنت كالندر فهو جدول التنفيذ بيحدد بالتفصيل امتى كل قطعه محتوى هتنزل وعلى اي منصه ممكن ابقى بنزلها. وبالتالي استراتيجيتك بتقول نعمل ايه وليه، التقويم بيقول هنعمله امتى وفين. هو ده الفرق ما بين الاثنين. استراتيجيتك انك تركز على محتوى تعليمي لجمهور الشباب بهدف زياده التفاعل، وانواع المحتوى مثلا هتكون فيديوهات وكاروسيلز والبومز وهكذا. الستايل بتاعها برضو ضمن الاستراتيجي. بيجي بقى دور الكالندر يقول لنا هننزل فيديو كل اسبوع ولا لا، طب الجمعه ولا السبت ولا الحد، طب هو الجمهور بتاعنا قاعد فين وامتى وازاي، طب الساعه كام، طب الموضوع بتاع كل فيديو هيبقى بيخدم اي هدف من الاهداف الاستراتيجيه علشان يبقى التقويم مليان من كل الاهداف. هو ده الفرق ما بين الكونتنت استراتيجي والكونتنت كالندر. استراتيجيتك حبر على ورق مش هتتحقق عمليا الا لما يبقى فيه كالندر. الاستراتيجيه هي التفكير والكالندر هي التنفيذ خطوه بخطوه. هو ده الفرق ما بين الاستراتيجي والكالندر. الدرس الخامس، امثله بقى حيه مين بيطبق الكلام دوت. بص حواليك هتلاقي كل صناع المحتوى الكبار عندهم استراتيجيه وكالندر الاثنين، حتى لو هم مش بيصرحوا بكده، بس هو عارف كويس قوي هو بيعمل ايه امتى وازاي وفين. انا دايما برجع لجاري في. الراجل دوت هو المصدر اللي انا دايما بحب اتكلم عنه. الراجل ده جاري في دايما بينصح الشركات والافراد ينزلوا محتوى كتير وباستمرار. هو نفسه بينزل محتوى يومي 5 قطع يوميا على الاقل. بيعمل بودكاست، بيعمل محتوى قصير على انستجرام وفيسبوك، بينزل على سناب شات وغيرها بشكل كبير جدا. جاري في عنده استراتيجيه انه يفضل متواجد طول الوقت ويوزع المحتوى باقصى شكل ممكن. النتيجه انه ناجح جدا وعنده متابعين بالملايين من الوطن العربي. تقدر تبقى بتتعلم دوت بشكل كبير جدا مع كل الصناع اللي بيقدموا الصناعه نفسها بشكل كبير. لو شفت الدحيح عنده مرتين في الاسبوع بينزل فيهم واحيانا 3، وبقى معودنا على ده. دي الكالندر بتاعته. الاستراتيجي انه يخدم الناس ويعمل توعيه بالعلم البوب ساينس او العلم الشعبي. دي الاستراتيجيه. الكالندر انا عندي مثلا حد وثلاث وخميس ده اللي بنزل فيهم الساعه 7 علشان الجمهور بتاعي بيبقى مستنين. هي دي خطه المحتوى، هي دي الاستراتيجي، وهو ده الكالندر. اهلا بيكم في الدرس السادس. ايه التطبيقات اللي هنستخدمها عشان تبني كونتنت كالندر عمليه وتقدر تنفذ بيها الاستراتيجيه بتاعتك؟ انت محتاج بمنتهى البساطه شويه ادوات سهله زي جوجل شيتس، تبقى بتحط عليها العناوين بتاعه الفيديوهات والتواريخ بتاعتهم واللينكات بتاعه كل فيديو هينزل امتى وازاي عشان لو معاك فريق بيشتغل. تقدر كمان تبقى بتشتغل بشكل مستمر مع الفريق بتاعك على ان كل حاجه تنزل يقولوا ان دي نزلت تمام. تقدر تبقى بتستخدم منصه زي منصه تريلو، لان دي هتنظم لك الافكار، المحتوى نفسه. لو في حد من المصممين شغال معاك يبقى بيرفع المحتوى، تحط له البريف او تحط له اللي انت متخيله من الفيديو، هو يشتغل ويرفعها عليه. تريلو من المنصات القويه جدا اللي بنصح بيها ناس كتير قوي تبقى بتشتغل بيها.
وبيريح جدا جدا في جزء التخطيط. انت عايز تعمل تقويم عادي، اشتغل على الكالندر اب اللي هي على الموبايل عادي، تحط عليها ببساطه كده الفيديو الفلاني هنزله في الحته الفلانيه، او جوجل كالندر اليوم الفلاني الساعه كذا، ريمايندر ليك انك تبدا تنزل. طب ايه الادوات اللي ممكن تبقى بتساعدك تاني؟ كانفا وكاب كات. كانفا علشان تبقى بتعمل بيه شغل التصميمات، كاب كات عشان تعمل بيه المونتاج. دول سهلين بساط جدا، تقدر تبقى بتشتغل بيهم بشكل سهل وبسيط خالص. هي دي الادوات اللي هتساعدك ان شاء الله في تصميم وتنفيذ الكونتنت كالندر بتاعتك. يوم النهارده هو التمرين، يلا بينا نبدا ننفذ ونمرن نفسنا وننزل الملعب. اول حاجه حدد 3 اهداف و3 انواع محتوى مختلفه، ويلا بينا نبدا نطبق الكلام بشكل عملي وشكل بسيط. اول حاجه في استراتيجيه المحتوى بتاعتك الاهداف، انواع المحتوى. خد ورقه وقلم او افتح ملف كده على النوتس بتاعتك واكتب الاتي. اكتب 3 اهداف رئيسيه نفسك تحققها من المحتوى بتاعك. فكر في حاجات ملموسه، ما يبقاش الكلام كله عايم، خليك واضح. زي انا عايز ازود الوعي بالعلامه التجاريه بتاعتي، انا عايز ازود التفاعل، انا عايز ازود المشاركات، انا عايز ابقى بحقق ربح. خلي دايما عندك اهداف واضحه، واكتب الاهداف دي بشكل مفصل. حدد بعديها 3 انواع محتوى رئيسيه هتركز عليهم عشان تحقق الاهداف دي. اختار الانواع اللي تقدر تلتزم بيها واللي جمهورك بيحبها، مثلا فيديوهات قصيره، بوستات، انفوجرافيك، تصميم، مقالات، تدوينات. ايا كان النوع المحتوى ابدا حضره وابدا اكتبه، وقول ان هو دوت المحتوى اللي انت هتبدا تشتغل بيه ان شاء الله. اتاكد طبعا انه بيتناسب مع جمهورك. بعد ما تكتب الاهداف ال3 وانواع المحتوى ال3، كل حاجه منهم حطها في ورقه، وكل شويه وانت بتخطط بص عليهم. انا ليه بعمل المحتوى ده؟ هل بيخدم الهدف ده؟ خلص التمرين دوت وتقدر بعد كده تخش على الكالندر اللي تقدر فيها تبقى بتقسم كل شيء بشكل مظبوط وبشكل مناسب. اهلا بيكم في الدرس الثامن. الدرس الثامن بتاعنا النهارده هو التمرين الثاني. خطط لاول 7 ايام محتوى، جدول اسبوعي بقى. دلوقتي عايزين نحول الاستراتيجيه اللي احنا حضرناها لجدول نشر فعلي، لكالندر فعليه، قالب تقويم بقى كده للمحتوى الجاهز اللي قلنا عليه قبل كده. التمرين بتاعك اعمل يوم 1 يوم 2 لغايه يوم 7 أيام من خطة المحتوى. كل يوم هيكون عندك فيه موضوع أو قطعة محتوى محددة. خطط المحتوى بشكل مفصل على كل يوم، ونبدأ نشوف إحنا هنعمل إيه، إزاي نعمل ده. ببساطة افتح جوجل شيت أو بالقلم والورقة اللي أنت شغال بيهم، حدد الأيام الأسبوع، وليكن هتبدأ مثلا من السبت للحد اللي بعده، أو أي يوم يناسبك يا عم عشان ما بقاش بربطك بيوم. واكتب الأيام في صف أو عمود كده، ولكل يوم اكتب فكرة المحتوى اللي هتبدأ تنشرها. مثلا اكتب السبت هعمل مقدمة عن موضوع كذا، ده هحط معاه بوست تعريفي. الحد فيديو قصير هشرح بيه فكرة كذا مرتبطة بالموضوع بتاعي. الاثنين انفوجرافيك او تصميم هعمله على كانفا لطيف هبقى بنزله في المجال بتاعي. يوم الثلاث كمل لغاية ما تخلص الاسبوع. حدد نوع المحتوى لكل يوم. لو مش واضح من الفكرة ارجع تاني واكتب انا عايز ده يبقى فيديو، عايز ده يبقى صورة، عايز ده يبقى نص او بث مباشر لايف. كل ده مهم جدا. زود بقى تفاصيل. المنصة هتبقى ايه؟ حط عمود تاني واكتب المنصة، فيسبوك، انستجرام، يوتيوب، تيك، ايا كانت. ومين المسؤول عن تنفيذ المحتوى ده؟ هل انا ولا هجيب حد يبقى بيساعدني؟ في الاول طبعا انتوا اللي هتبقوا المسؤولين. توقيت النشر هيبقى امتى؟ اكتب التوقيتات اللي انت متخيل ان الجمهور بتاعك بيكون اكتف فيها. يعني لو انت مثلا بتشتغل عن المطاعم، فدايما المطاعم فطار غدا عشاء، اقصد انك تبقى موجود قبل الفطار والغدا والعشاء بساعه عشان الناس تبقى شايفاك، فتبدا تقرر انهم يطلبوك قبل لما يبداوا ياكلوا بساعه. لو ناس بتتغدى الساعه 2 فانت تبقى متواجد بالبوست الساعه 12 او الساعه 1، وهكذا. بقى عندك موضوع، بقى عندك اعمده لكل شيء تقدر تساعدك. عمود الموضوع، اليوم، عمود المنصه، عمود للمسؤول عن البوستنج، عمود للتاريخ بتاع النشر. انت كده خلصت اول 7 ايام. بص على الجدول، هل متنوع بشكل كافي؟ هل مترابط بالاهداف اللي انا كنت كاتبها؟ لو لقيت يومين ورا بعض فيديوهات طويله بلاش، الناس هتزهق. جرب تبقى بتبعدهم عن بعض شويه. فكر في التوازن، هي عمليه بالانس، عمليه توازن ما بين اللعبه كلها. جمهورك انت عارفه، اختار الوقت، ابدا تنزل له، ومبروك انت كده عملت اول كونتنت كالندر خاصه بيك. هي صغيره لمده اسبوع، بس هي مهمه ان انت كنت تجربها لمده اسبوع عشان تقدر تبقى بتتمكن منها. كده انت معاك الاستراتيجي والكالندر، الخطه والتنفيذ، التقويم اللي تقدر تبقى بتحقق فيه الاهداف اللي انت عايزها. اهلا بيكم في الدرس التاسع من وحدتنا. دي اخر حاجه عايزين نقولها. انا بنصحكم دايما يا جماعه انكم تبقوا بتطوروا نفسكم، ما توقفوش بس عن اللي بنقوله. روحوا واتفرجوا على السوشيال ميديا الناس بتشتغل ازاي. ابدا اتفرج على الاسبوع اللي فات من المنافس بتاعك نزل ايه، وابدا قسم اسبوعك شبهه في الاول واتعلم منه. انا بحكي دوت وبشرحه خطوه بخطوه، وبخلي ازاي الذكاء الاصطناعي ممكن يبقى بيساعدك في كورس اسمه AI في البيزنس في 3 ايام.
في 3 ايام بس تقال بنشتغل فيهم على ازاي تقدر تبقى بتتعامل مع الذكاء الاصطناعي خطوه بخطوه عشان يحلل لك جمهور المنافس ويحلل لك المحتوى بتاع المنافس. وبالمناسبه انا برضو عامل لكم عليه خصم كبير جدا اكتر من 50% عشان يبقى بيساعدكم تتعلموا من المنافسين وتشتغلوا مع الذكاء الاصطناعي عشان يعمل لكم كل الحاجات دي هو خطوه بخطوه ويوفر لكم انتوا الوقت في صناعه المحتوى نفسه. الكورس ده مدته 3 ايام. انصحك انك تبقى بتبص عليه بصه بعد ما تكون خلاص قررت انك تبقى صانع محتوى وفعلا تروح للخطوه الحقيقيه الكبيره اللي تبقى بتنقلك وعايز الذكاء الاصطناعي يبقى كتفه بكتفك كده ويشتغل معاك. خلال 3 ايام ان شاء الله بشتغل معاكم في ده وبشارككم الكورس نفسه وتفاصيله في الديسكريبشن ان شاء الله تبقى بتفيدكم. لو وصلت معايا للخطوه دي وللوقت دوت فانا بشكرك على انك جزء من الرحله بتاعتنا. عايز ابقى باكد عليك انك تعمل سبسكرايب او اشتراك علشان اول لما محاضره جديده تنزل حضرتك تبقى بتشوفها اول باول وما تفوتكش. دوس كمان على زرار الجرس علشان يبقى بيجي لك اشعار ان المحاضره نزلت فتبقى بتلحق اليوم الجديد. انا سعيد جدا اني كنت موجود معاكم في اليوم السادس من الكورس بتاعنا صناعه محتوى الاحترافي من الصفر في 7 ايام. يلا بينا اشوفكم ان شاء الله في اليوم اللي جاي، لكن باكد على حضراتكم تهتموا بتنفيذ كل اللي احنا اتعلمناه مع بعض خطوه بخطوه.